هلا والله، بسوي معاكم اليوم افضل طريقه للقيمات هشه وتقرمش ومن داخل مليانه، لازم تجربوها. في المله خلطت كل المكونات: كوبين طحين، ملعقتين صغار خميره، 3 ملاعق نشا او طحين ارز، ربع كوب حليب بودر، ملعقتين روب، بيضه، ماي، ونص كوب حليب بودر. اخلط الخليط لين يكون بالقوام هذا متماسك بس ما سائل. تتخمر 40 دقيقه، اشيل منها الهواء، القمها على زيت حرارته متوسطه، بعدين اعلي النار لين اتاكد ان كل حبه صار فيها زيت وتماسكت. اخفي النار واقلبهم لين يكونوا بالشكل هذا. احطهم على شبك واتاكد انهم ما فوق بعض عشان لا يسووا رطوبه، طبعا على شيره بارده وهم ساخنين، وكذا تكون جاهزه القيمات. جربوها لانها تجنن تقرمش اعوار. هلا والله، بسوي معاكم اليوم شيره للحلويات، قوامها ممتاز، ممكن تحتفظوا فيها حتى في الثلاجه ما بتتغير، لازم تسووها. على الصفريه حطيت كوبين سكر مع كوب ماي، وحطيته على النار حراره متوسطه لمده 4 دقائق. بعدها حطيت شريحه ليمون عشان اتاكد ان السكر عندي ما بيجمد حتى لو بردت الشيرة. إذا تريدوا تستخدموها نفس اليوم تخلصوها زيدوا عليها دقيقتين، أما إذا بتحتفظوا فيها لازم تكون شوية أخف عشان تظل بقوام ممتاز مدة أطول.